السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا معكم الدرس الثاني من المقرر ديالنا اللي هو درس الرغبه. هذا الدرس هذا فيه كذلك ثلاثه المحاور اساسيه، وكنا شفنا ديجا بان كل درس كيكونوا فيه ثلاثه المحاور. هنا عندنا المحور الاول الرغبه والحاجه، المحور الثاني الرغبه والاراده، المحور الثالث الرغبه والسعاده. ولا كتشوفوا مزيان لا تمعنتوا في هذه المحاور غتلقاو مجموعه من المفاهيم اللي مرتبطه بزاف بالرغبه. المحور الاول عندنا الحاجه مرتبطه بالرغبه، المحور الثاني الاراده مرتبطه بالرغبه، والمحور الثالث السعاده مرتبطه بالرغبه. يعني باش نفهموا الدرس ديالنا ونفهموا هاد المحاور عندنا خصنا نشوفوا شنو كنعنيو بالرغبه، شنو كنعنيو بالحاجه، شنو كنعنيو بالرغبه، شنو كنعنيو بالاراده، شنو كنعنيو بالرغبه، شنو كنعنيو كذلك بالسعاده، يعني في جميع المحاور. والعلاقه اللي كتجمع بين المفهومين، مثلا العلاقه اللي كتجمع بين الرغبه والحاجه، العلاقه اللي كتجمع بين الرغبه والاراده، العلاقه اللي كتجمع بين الرغبه والسعاده. لا فهمنا هاد التساؤلات وعرفنا الجواب ديالهم غنكونوا فهمنا المحاور ديالنا مزيان. غنبداو بالمحور الاول الرغبه والحاجه. دوك كيف ما شفتوا غنحاولوا نشوفوا شنو المقصود بالرغبه وشنو المقصود بالحاجه. ضروره اللي كتشكل واحد الاساس في الحياه اليوميه ديالنا، يعني الا ما كانتش عندنا هاد الضروره ما يمكنش نعيشوا في الحياه اليوميه ديالنا عادي. ضروري غادي تخصنا واحد الحاجه اللي كبيره. نعطيكم امثله، مثلا الاكل ما يمكنش نعيشوا بلا ما ناكلو، دونك لا ما كليناش راه الحياه ديالنا ما كتستمرش، دونك ما يمكنش نعيشوا. كذلك الشرب ما يمكنش نعيشوا بلا ما. كذلك الادويه ما يمكنش نتعالجوا بلا ادويه، دونك هادو كيتعتبروا ضرورات كنسميهم بحاجات او حاجه. صافي، دونك هنا من جات الحاجه هي واحد الضروره اللي كتشكل لنا الحياه اليوميه ديالنا، ضروري خصنا ناخذوها باش نعيشوا حياتنا عادي. دوك الحاجه هي ضروره اساسيه لا يمكننا ان نعيش حياه كريمه بدونها، على عكس الرغبه. الرغبه ما كتعتبرش حاجه، ما كتعتبرش ضروره، يعني ممكن ناخذوها ممكن لا، ماشي ضروره، ماشي ضروريه. صافي، نعطيكم امثله. مثلا خرج اخر موديل في واحد الحذاء في لامارك، واحد لامارك كيما بتكون النوع ديالها، راه ماشي ضروري ناخدو باش نعيش عادي في الحياة اليومية ديالي، يعني كيبقى غير شي حاجة فوق الشبعة. هذا هو المقصود بالرغبة، يعني شي حاجة اللي كتكون زايدة فوق الشبعة، ماشي ضرورية باش نعيش عادي في الحياة اليومية ديالي. دوك الرغبات ليست أشياء ضرورية لكنها مصدر متعة، كنحاول ناخدها غير باش كنستمتع في الحياة اليومية ديالي، غير زايدة عليا فوق الشبعة. مثلا عندما تكون لديك رغبة شديدة في شراء حلويات، لعبة راه ماشي ضروري ناخدها باش نعيش، لا ما كانتش راه ماشي مشكل، دونك هي كتعتبر رغبة. أحذية رياضية أو لعبة فيديو جديدة، دونك هادو أمثلة كيبينوا لك الفرق بين الرغبات والحاجات. دونك الرغبات هما واحد الحوايج اللي كنشريوهم غير فوق الشبعة، غير باش كنحاولوا نستمتعوا في الحياة اليومية ديالنا. بالنسبة للحاجات لا، راه بلا بيهم ما يمكنش نعيشوا، كيف ما قلنا بحال الاكل، بحال الشرب، بحال الادويه، بحال الكهرباء، مثلا بحال المدرسه. دوك هادو حوايج مرتبطين بالحياه اليوميه ديالك، ضروري خصك تاخدهم باش تعيش عادي. نمشيو دابا للاشكال او السؤال اللي مطروح عندنا في المحور. هاد السؤال هذا هو اللي خصنا نجاوبوا عليه باش نفهموا المحور ديالنا مزيان. ما الرغبه وما الحاجه؟ هادو ديجا عرفناهم. وما طبيعه العلاقه بينهما؟ شنو العلاقه اللي كتجمع بين الرغبه والحاجه؟ وهل يمكن للحاجه ان تتحول الى رغبه؟ هذا السؤال هذا شنو المعنى ديالو؟ يعني واش ممكن هاد الحاجه هذه اللي هي واحد الحاجه ضروريه في الحياه اليوميه ديالنا تحول الرغبه، بمعنى حتى الرغبه تولي ضروريه، يعني هاد الرغبات اللي كنحاولوا ناخذوا في الحياه اليوميه ديالنا حتى هما يوليو ضروريين. داكشي علاش قلنا هل يمكن للحاجه ان تتحول الى رغبه. دونك الفلاسفه غيجاوبوا لنا على هذا السؤال. عندنا بزاف ديال الفلاسفه، غنبداو مثلا بالموقف الاول ديال ميلاني كلاين. ميلاني كلاين كتعطينا واحد المثال ديال الرضيع والعلاقه اللي كتربطو بين الثدي ديال الام ديالو. دوك الرضيع عنده واحد الحاجه في الحياه اليوميه ديالو، يعني واحد الحاجه ضروريه، واحد الضروره. شنو هي الثدي ديال الام ديالو، ضروري خصو يرضع كل نهار باش يعيش مرتاح وعادي في الحياه اليوميه ديالو. دوك هاد الحليب هذا اللي كيجي من عند الام ديالو كيتسمى حاجه، وهاد الحاجه مع الحياه اليوميه المستمره، مثلا اليوم وغدا وبعد غدا، كتولي بالنسبه ليه رغبه، كتحول من الحاجه لرغبه. شنو المقصود بالرغبه؟ بمعنى كيولي كيستمتع في الحياه اليوميه ديالو وهو كيرضع من عند الام ديالو، من خلال الثدي ديال الام ديالو.
صافي. دوك هنا شفنا بان العلاقه اللي كتجمع بين الرغبه والحاجه هي واحد العلاقه وطيده ترابطيه تكامليه، لان حولت لنا الحاجه الرغبه. هذيك الحاجه اللي كانت ضروريه بالنسبه لي ولات رغبه، يعني حتى الرغبه ولات ضروريه، حتى داك الاستمتاع ولا ضروري بالنسبه لي. داكشي علاش قلنا بان الرغبه تحولت لنا للحاجه. دوك انطلاقا من مثال الرضاعه أو علاقة الطفل الرضيع بثدي أمه، تميز المحللة النفسانية ميلاني كلاين، هذه كتعتبر محللة نفسانية، بين الرغبة والحاجة، مؤكدة على أن الطفل الرضيع يرغب في جعل ثدي أمه دائم العطاء ودائم الحضور. كيرغب بأن هذا الحليب هذا اللي عند الأم ديالو يكون يوميا دائما مستمر، ميمكنش يعيش شي نهار بلا بيه، لأنه يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى حضور الأم للتخلص من الدوافع التدميرية ومن القلق الاضطهادي، وهكذا تتحول الحاجة إلى رغبة لا شعورية. دونك هذا التحول ديال الحاجة إلى رغبة كيتعتبر لا شعوري، ما كيحش به هذا الرضيع هذا، يعني لا شعوري. دونك غتلقاو بزاف ديال المفاهيم هنا كنحاولوا نقراوهم. هاد المفاهيم راه ضروري تحفظوهم، راه غنعطيكم واحد البي دي اف فيه كاع المفاهيم، باش ملي كيتحط لك الفرض، ملي كيقول لك مثلا الاستاذ ديالك شرح لي المقصود بالقلق الاضطهادي، كيتعطى لك نص وكيقول لك شرح لي هذا المفهوم، دوك انت خصك ديجا تكون عارف شنو المقصود به. انا غنعطيك بي دي اف اللي غتحفظو، غتلقى فيه جميع المفاهيم الفلسفيه اللي مهمه. غنمشيو للموقف الثاني ديال رالف لينتون. هاد رالف لينتون كيميز لينا بين ثلاثه الاصناف او ثلاثه الحوايج ديال الحاجات. كيقول لنا كاينين ثلاثه الحوايج ديال الحاجات. كاينه الحاجه البيولوجيه. شنو الحاجه البيولوجيه؟ هي اللي مرتبطه بالمسكن، بالشرب، بالغذاء ديال الطفل، صافي، او كما الانسان بصفه عامه كما بيكون النوع ديالو، ماشي ضروري الطفل. دونك هذه كتسمى بالحاجه البيولوجيه. عندك الحاجه الاجتماعيه اللي مرتبطه بالمجتمع ديالك، مثلا ضروره العيش ضمن المجتمع البشري. الانسان ضروري يعيش في واحد المجتمع، ما يمكنش ليه يعيش بوحده. وكاين الحاجه النفسيه من خلال ادخال السعاده والرضا على نفوس الناس، يعني ما يمكنش يعيشوا الناس في هذا الكون هذا بلا ما يفرحوا، ما يمكنش حياته كلها تكون بلا فرح وبلا سعاده. دوك ضروري خاص اوقات تكون عنده واحد السعاده باش هكا كيكون راضي على النفس ديالو، النفس ديالو كتكون مزيانه في واحد الحاله نفسيه اللي متميزه. كذلك دونك هادو ثلاثه الاصناف، الحاجه البيولوجيه، الحاجه الاجتماعيه، الحاجه النفسيه. كيعتبر لنا هاد رالوف لينتون هادو ضروريين في الحياه اليوميه ديالك، ما يمكنش تعيش بلا بهم، يعني من خلال الاكل، المسكن، الحمايه من الاعداء، كذلك ضروره العيش ضمن المجتمع البشري، وكذلك ادخال السعاده والرضا على نفوس الناس. كما يؤكد أن العامل الثقافي هو المسؤول على توجيه رغبات الأفراد والجماعات. كيقول لنا بأن العامل الثقافي هو اللي كيخلي لنا الحاجة تحول لنا الرغبة، بمعنى فاش كتولي الحاجة هي نيت رغبة، بأن الرغبة ضروري خصها تحقق، راه العامل الثقافي اللي كيساهم في هذا التحول هذا، يعني المجتمع ديالك هو اللي كيساهم بأن الرغبة كتولي لك حاجة، يعني كيوليو بحال بحال. صافي. انا نعطيك مثال في المجتمع ديالك. مثلا في المجتمع ديالك الطفل مني كيعيش في واحد المجتمع اللي كيلقى جميع الاطفال عندهم الالعاب، دوك حتى هو كيولي عنده ديك اللعبه راه ضروريه في الحياه اليوميه ديالو، لان كيشوف كاع الناس عندهم دوك الالعاب، دوك حتى هو خصو يكون بحالهم. داكشي علاش هنا تحولت لينا الحاجه الى رغبه. وشكون اللي ساهم في هذا التحول هذا؟ هو المجتمع، بمعنى الثقافه ديال المجتمع. صافي اخوان، دابا غنحاول نقرا عليكم الملخص ديال هذا المحور هذا. من خلال ما سبق يتضح ان الحاجه باعتبارها ضروره بيولوجيه لا يمكن الاستغناء عنها. كيف ما قلنا الحاجه ما يمكنش نستغنيو عليها في الحياه اليوميه ديالنا، لانها ضروري باش كنعيشوا في الحياه اليوميه ديالنا، لكنها قد تتحول الى رغبه نفسيه لا شعوريه. شفناها كتحول الرغبه، كتولي بحال رغبه بالنسبه للموقف ديال ميلاني كلاين، كما تؤكد على ذلك ميلاني كلاين. ويمكن ان تتحول الى رغبه ثقافيه كيف ما شفنا في الموقف الثاني ديال رالف لينتون. ويمكن ان تتحول الى رغبه ثقافيه يتحكم المجتمع في كيفيه اشباعها، كما يؤكد على ذلك رالف لينتون.
دوكا يا اخوان هذا هو المحور، يعني سهل وبسيط. حاولنا نعرفوا شنو المقصود بالرغبه، شنو المقصود بالحاجه، شنو العلاقه اللي كتجمع بيناتهم، واش ممكن هاد الحاجه هادي تحولنا الرغبه. بجوج الفلاسفه قالوا لنا راه ممكن تحولنا الحاجه الرغبه. بالنسبه ميلاني كلاين كتقولنا بان الحاجه كتحول الرغبه بطريقه لا شعوريه، يعني ما كيشعرش بها الطفل. عطاتنا مثال بالطفل الرضيع. بالنسبه لرافلينتون كيقولنا بان الحاجه كتحول على الرغبه انطلاقا من المجتمع، من خلال الثقافه ديال المجتمع. دوك هادشي اللي كاين يا اخوان. ان شاء الله الحصه القادمه راه غادي نحاولوا نخدموا على النصوص اللي عندنا في هذه الرغبه والحاجه، باش نحاولوا نشوفوا كيفاش كنجاوبوا على النصوص ديالنا من خلال الاشكال، المفاهيم، الاطروحه، الموضوع ديال النص، الحجاج. دونك هادشي ان شاء الله غنخدموا عليه في الحصه القادمه. بالتوفيق ان شاء الله.